مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي انت بتشوفني فيه دلوقتي. تعود بقى لما تشوف الفيديو بتاعي جيب لي كوبايه القهوه بتاعتك وتعالى لي واقعد كده، اقعد، احنا قاعدين على القهوه. خدش الموضوع بجديه. القهوه مش بس مشروب، كانت سبب في ثورات او محاكمات. قبل ما تشرب فنجانك اللي جاي خليني اقول لك كلمتين. انت تعرف ان القهوه اتمنعت اكتر من 5 مرات، ان هي كانت بتخلي الملوك يخاف من الشعب، ان في قهوه طعمها ورد وقهوه طعمها نبيت. لو انت مش مصدقني كمل الفيديو هتعرف ان فنجان القهوه اللي في ايدك ده وراه حكايات ممكن تكتب بيها مسلسل. قهوه كانت جريمه. هنبدا من زمان، مش من الراعي خالد، لا بعد كده بشويه. يا جدعان هو اسمه كالدي خالد دوت، يعني اختصار. لما القهوه بدات تنتشر في العالم الاسلامي الناس بقت بتنتشر في القهاوي وبتتكلم في كل حاجه، في الدين او في السياسه او في الشعر او في الكتب. يعني كانت شبه السوشيال ميديا بتاعت زمان. الحكام طلعوا بقى وقال لك لا، الموضوع ده مش نافع، ما عجبهمش الموضوع. قال لك بقى الناس بتفكر، لا يا باشا اقفل لي الكافيهات دي. القهاوي فعلا اتقفلت في مكه سنه 1511، اتقفلت برضه في القاهره بعديها بشويه، في اسطنبول في عصر السلطان مراد الرابع، كمان في انجلترا سنه 1675. كان السبب ان هم بيتكلموا كتير، بيخططوا الحاجات، فشكلهم كده هيقوموا بثوره. في اوروبا القهوه كانت بتخوف الكنيسه، قال لك ان المشروب ده جاي من عند المسلمين، يبقى اكيد في شبهه شيطانيه. بس طبعا زي ما قلنا الفيديو اللي فات ان البابا كلايمنت الثامن قرر ان هو يدوقها بنفسه. شاف الكوبايه ودقها شمها قال ايه الجمال ده، حلوه جدا، وان حرام نسيب المسلمين يستمتعوا بيها لوحدهم. من ساعتها بقت القهوه مشروب الكنيسه والملوك والناس كلها. نكهات القهوه اكتر مما تتخيل. انت فاكر ان القهوه كلها طعمها مر؟ استنى بس، في قهوه طعمها توت وكراميل وليمون وكمان الورد. في محترفين بيشموا القهوه من اول ما بيشموها بيعرفوا نوعها من غير ما يدوقها. طبعا الناس اللي في المجال عارفين ان ده اسمه كابينج، ودي مش فزلكه، حاجه اسمها عجله نكهات القهوه، فيها فوق ال 80 طعم مختلف. القهوه قبل ما بتوصل لفنجانك تعدي على مراحل معالجه تحدد الطعم بنسبه كبيره جدا. احنا عندنا 3 طرق معالجه هنقولها في الفيديو ده، واحنا عندنا نوعين من القهوه، ارابيكا والروبوستا. اما تروح تشتري قهوه غالبا هتلاقي النوعين دول. ارابيكا ناعمه وطعمها حلو وفيها نسبه حموضه بسيطه وكافيين اقل، تنفع للسبيشاليتي كوفي. والروبوستا قويه وطعمها مر والكافيين بتاعها اكتر، كمان سعرها ارخص. اغلب القهوه اللي بنشربها بره اسمها بلند، يعني بيبقى ميكس ما بين نوعين. اشرب بقى قهوه. القشور بتاعت القهوة ممكن تزرع شجرة. عارف ان القشر اللي بيطلع من حبة البن دي كانوا بيرموها زمان، بس دلوقتي بيتعمل منه سماد طبيعي وفحم نباتي استخدموه في الزراعة. يعني حرفيا فنجان القهوة بتاعك ممكن يطلع منه حياة تانية. فنجان القهوة اللي بتشربه كل يوم وراه تاريخ وثقافة وثورات وفن. يعني ما تستهونش بالموضوع، يعني مش بس حاجة تصحصحك، حاجة ممكن تغير مزاجك تفكيرك وممكن تغير العالم كله. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن القهوة اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان اللي جاي هيبقى اعمق من كده. يعني احنا كده كل فيديو نجيب معلومات اكتر عن القهوة عشان نفيد الناس كلها. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم. سلام.